مقليه مع الحمص. نكتب مقاديرنا نرجع نشوف هنعمل ايه. اول حاجه في المقادير سلطه البتنجان والحمص. سلطه البتنجان والحمص 2 ثمره بتنجان رومي متقشره ومتقطعه مقلي مكعبات، وطماطم وفلفل رومي، فلفل حار، حمص مسلوق، زيت، 2 معلقه خل، ليمون وكزبره خضراء وثوم وملح وفلفل اسود وكمون. نقول تاني واحده واحده. سلطه بتنجان والحمص 2 ثمره بتنجان رومي مقلي مكعبات، وكمان طماطم وفلفل رومي وفلفل حار، حمص مسلوق، زيت، 2 معلقه خل، ليمون، كزبره خضراء، ثوم، ملح، فلفل اسود وكمون. نرجع مع بعض. طبعا ده البتنجان قشرناه قطعناه مكعبات، وبعد كده بدأنا نقليه، وبعد ما اتقلى هنشوف شكله بقى مع مكعبات بالشكل ده كده. وبعد كده الحمص المسلوق والثوم والكمون والفلفل الاسود والخل والملح والليمون، كل مكوناتنا. سلطه لذيذه خفيفه غنيه. ونقول الو مدام هشام. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. منور يا ميسر. ربنا يبارك لك يا فندم. ربنا يخليك. تحت في أمرك. مطبخ الشيف نبيل كله صحي وجميل. ربنا يخليك. ربنا يخليك. تحت بس أمرك. بالله عليك تبتسم عشان احنا بنبشر خير كده ما اول ما بتبتسم. طيب حاضر. عينيا الاتنين ليك يا حاضر. الله يخليك تسلم عينيك. اموري. الله يخليك الامر لله. بالنسبه ان شاء الله باذن الله للبانيه ممكن يتعمل بطريقه اللي هي الفراخ المقرمشه، الدقيق احط فيه التوابل بتاعته واطلعه على ميه ساقعه وارجعه الدقيق تاني. ده كده هيبقى اسمه ايه؟ زنجر. احنا عملناه قبل كده. لا يعني البانيه العادي لو هو مش زنجر. تمام ينفع عادي خلاص مش مشكله. ينفع. هيبقى مقرمش معاكي برضه. ماشي. تحت امرك. وبالنسبه ان شاء الله باذن الله للميعاد بتاع الساعه 6 او 7 كده ان شاء الله. ربنا ييسر احنا عاملين الحال. تصويت وعايزين بقى الاراء عليه. نفسكم معانا واحنا تحت امركم. انا عن نفسي ما عنديش اي مانع في اي وقت يعجبكم. اهم حاجه راحتكم ووقتكم يناسب، وانا تحت امركم في اي حاجه. اشكرك. كده كزبره الخضراء بنقطعها، وبعد كده هنحط كل المكونات مع بعض. كل المكونات مع بعض. مدام فيفي الو. الو مساء الخير يا فندم. ازيك يا شيخ؟ ازي حضرتك يا فندم؟ انا مش مدام، انا انسه. اهلا بيكي. انا اسف. تحت امرك يا ازيك فندم. يا شيخ نبيل؟ نحن الله تمام. منور والله العظيم. بنورك ربنا يخليك يا رب. منور نور الدنيا ومصر كلها بتحبك. ربنا يخليك يا رب. وانا بفضل بحب الله. اكلك قوي قوي قوي، بتعلم منه انا وماما. ربنا يخليك يا رب. تحت وانا امرك. مع مدام هشام بدي صوتي ليها في ان انت تبتسم. حاضر حاضر عينيا. اشكرك. كده هناخد البصل هنقطعه تقطيع وسط، وبعد كده هناخد ايه، هنشوف هنعمل ايه مع بعض. ادي البصل والكزبره. سلطه لذيذه خفيفه. ناخد قرن فلفل حامي بالشكل ده كده اهو. سلطه البتنجان والحمص من السلطات الجميله جدا والخفيفه، ما فيهاش اي هدك. هناخد فلفل رومي بسيط كده. مدام سحر الو. الو مساء الخير. مساء الخير يا فندم. ازي حضرتك؟ نحن الله تمام. كنت عايزه اسال بالنسبه للسيزر صوص. اللي هي يا فندم؟ السيزر صوص تمام. بيتعمل ازاي؟ حاضر عينيا هجاوبك. حاضر. احنا النهارده معانا قلنا ان احنا هنعمل بدائل كتير جدا، وان شاء الله هننزلها لكم قريب جدا. والنهارده معانا بديل صوص صويا. صوص الصويا من الصوصات اللي بتخش في حاجات كتيره جدا، وبالذات الاكل الصيني، وكمان للفراخ. فراخ كتير جدا من انواع الفراخ. النهارده جايبين مفاجأة ان احنا هنعمل البديل ده. لو ما حدش لقاها في اي سوبر ماركت يعملها في البيت ويجربها ان شاء الله تطلع معايا زي الفل. ام رحمه الو. الو مساء الخير يا فندم. مساء الخير يا شيخ. ازي حضرتك يا فندم؟ ربنا يخليك يا رب، تسلم ايديك. ربنا يبارك لك. متشكره على صوص الصويا. اشكرك. تحت امرك. ربنا يخليك يا رب. امورين. على فكره انا اول واحده من اسكندريه، بايد ان حضرتك تعمل لنا حلقه مباشره من عندنا هنا من اسكندريه. ده شرفني. مش بس اسكندريه يعني، كمان يا ريت كل المحافظات. يا ريت ان شاء الله. حاضر. ان شاء الله باذن الله. ده وانا عارفه اللي هتشجعني في الموضوع ده ام منى. اكيد منا طبعا. ان شاء الله. ميرسي يا اشكرك. شيخ. شكرا ليكي. شكرا لذوقك طبعا. هنا نجيب البتنجان. ده البتنجان
هنحط عليه كل المكونات اللي احنا قطعناها. بالنسبه للبصل والكزبره الخضراء. ومحمد الو. الو، مساء الخير يا فندم. مساء النور، ازيك يا شيخ؟ ازي حضرتك يا فندم؟ عامل ايه؟ نحن الله تمام. ممكن اسال حضرتك سؤال؟ اموري. كنت عاوزه اسال على الرز البسمتي اللي هو الاحمر اللي بيتعمل مع الفراخ المندي، عاوزه اعرف بيتعمل ازاي وبايه؟ من عينيا حاضر. تحت طيب امرك. متشكره جدا، تحت بس امرك. يا ريت تقول لي دلوقتي. حاضر تحت امرك. الرز اي رز الوان، في الوان طبيعيه موجوده عند اي عطار، اي سوبر ماركت، لكن في حاجات طبيعيه نقدر نعملها. اللون البني بيطلع من البصل، نحمر البصل ويطلع منه. لكن الاحمر او الاخضر بيطلع من بقدونس، بيتسلق وناخد الميه بتاعت البقدونس. اللون الاحمر فيه لون طبيعي، او الصلصه او البابريكا. كده نرجع تاني ناخد السلطه وهنقول عملنا ايه. عملنا السلطه، قطعناها وقليناها. بعد كده جبنا بصل وكزبره وده ليمون، احط ليمون او 2 حسب الرغبه. وبعد كده جبنا فلفل حامي وفلفل رومي وده شكله. وهنحط دلوقتي الثوم بالشكل اللي احنا شايفينه دوت اهو. وهنحط بقيه التوابل بتاعتنا اللي احنا قلنا عليها في اول الحلقه. ام جانا الو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حضرتك يا شيخ. ازي حضرتك يا فندم؟ بقول لحضرتك انا مش مسترضى في حاجه بديله ليها. عينيا حاضر. يعني مع الصدور اللي هي المشويه مش بحب المستردة، فلو ينفع اعمل حاجه بدلها. حاضر عينيا حاضر تحت امرك. اللي ما يحبش مستردة يقدر ما يستخدمهاش خالص، او يحط باربيكيو صوص برضو. ان شاء الله هنعمل بديل ليها. احنا المطبخ الصحي انفرضنا ان احنا نعمل كل حاجة ليها بدايل. كده حطينا البتنجان مع الحمص مع البصل مع الكزبرة الخضراء. هنحط طماطم وهنشوف هنعملها ازاي مع بعض. من عبير الو. الو، مساء الخير يا فندم. مساء الخير يا دكتور نبيل. ازي حضرتك؟ ازي حضرتك؟ تحت امرك. بليز لو سمحت كنت عايزه اسالك القلايه بتاعت الزيت. تمام. الزيت يقعد فيها قد ايه؟ القلايه بتاعت الزيت. بص حضرتك. الكهرباء على فكره. حاضر عينيا الاتنين ليك حاضر. بص حضرتك الزيت عامه حسب اللي انت هتقلي فيه. يعني قليتي حاجه فيها دقيق هيقعد معاكي مرتين او 3 مرات حسب الكميه. لكن عفوا، لكن لو هنقلي فيها حاجه فيها ملح او ميه زي فرم فريتس مثلا او البطاطس المقليه هيقعد معايا 4 مرات. لكن عامه الاصلح ان احنا ما نقعدوش اكتر من 3 قليات، افضل وصحي. ام مريم الو. انسه شروق الو. الو، ازيك يا شيخ نبيل؟ اهلا بيك يا مت. ازي حضرتك؟ نحن الله تمام. انا عايزه اعرف طريقه الفخده البتلو. الايه؟ الفخده البتلو. الفخده بتقول له حاضر عينيا. العيد جاي ان شاء الله، كل سنه وانتم طيبين. حضرتك طيب. هنعمل كل حاجه مع بعض. حاضر عينيا الاتنين ليكي. اشكرك. كده جبنا الحمص والبتنجان وكمان الفلفل الحامي او الفلفل الرومي او الاتنين مع بعض مع الليمون والخل وده شكله. نقدر نزود كمان طماطم تانية وكزبره عشان تبقى شكلها جميل ولذيذ. ام يوسف الو. الو، مساء الخير يا فندم. مساء النور. ازيك؟ تحت امر سعادتك. ازي حضرتك؟ نحن الله تمام. طيب. مساء السلامه. بعد اذن حضرتك انا عندي مشروم فريش، بس بصراحه يعني مش عارفه اعمله ايه. عايزه تعملي ايه؟ اكلات يعني ايه؟ عايزه مثلا، انا عندي اطفال ما شاء الله يعني، فعايزه اعرف يعني اعمل لهم ايه اكلات مفيده ليه. حاضر عينيا حاضر تحت امرك. هجاوب حضرتك حاضر. ام ايهاب الو. ايوه، السلام عليكم. عليكم السلام يا فندم. ازيك يا شيخ نبيل؟ ازي حضرتك؟ متشكرين على كل حاجه بتعملها لنا جميله. ربنا يبارك لك يا رب. تحت امرك في الكل. كنت عايزه بس رجاء تنزل لي مقادير الهمبرجر. الهمبرجر حاضر عينيا. والله يخليك عشان تحت عايزه اعمله واجربه. حاضر عينيا حاضر. البرجر سهل جدا حضرتك تكتبي ورايا. البرجر عباره عن ايه؟ عباره عن لحم مفرومه ايا كان بقى، مجمد او بلدي زي ما انت عايزه، تقدري تجيبيها وتعمليها. وكمان لو هتعملي كيلو
من اللحمه تحط نص كيلو او ربع كيلو من الصوص فول الصويا المفروم. لو خشن هتحط الاثنين مع بعض. قبل ما تحط الفول الصويا هتقدري تحطي ميه 3 معالق ميه، ولحد ما الصوص او الفول تتشرب الميه ديت نقدر نحط كله البهارات، توم باودر وبصل باودر وملح وفلفل اسود بسيط كله على بعضه. وبعد كده نقدر نعمل ايه؟ نفرمهم وش واحد. ده لو فول خشن. لو فول ناعم، لو هو فول الصويا، هنا احط شويه من الزيت اهو بالشكل ده كده. وبعد كده خلصنا السلطه بتاعتنا الجميله. ام ياسمين، الو. الو يا سيف نبيل. ازي حضرتك يا فندم؟ ازي حضرتك يا سيف نبيل؟ نحن والله تمام. ربنا يبارك لك يا رب على اكلك الجميل ده. ربنا يخليك يا رب، تحت امرك. بقول لحضرتك انا ما شفتش الحلقه بتاعت المخلل اللي حضرتك عملتها. انا اديها لكم تاني، عينيا الاثنين ليكي. حاضر. يا ربنا يبارك لك وربنا يسعدها لنا والنبي. حاضر عينيا، حاضر تحت امرك. تؤمري يا فندم. يديك الصحه انا مش عارفه اقول لك يا دكتور ولا اقول لك ايه الصراحه. انا تحت امرك، انا تحت امرك. اشكرك يا فندم. هنا هنمسح بس كده وهنعمل ايه؟ هنشوف اهي ده شكل السلطه الجميله اللي احنا عاملينها مع بعض. مش محتاجه تزويق ولا محتاجه اي حاجه. كده. مين معايا؟ ام فاطمه. الو. الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله ازيك وبركاته. يا شيف؟ ازي حضرتك؟ ربنا يسعدك يا رب يديك الصحه يا رب. تحت امرك. معلش اسالك كذا حاجه بعد اذنك. اتفضلي. حضرتك عملتي دبابيس الفراخ بالحمص. دبابيس الفراخ بالحمص. هي أوكي. حمص الاكل عادي ولا حمص الشام؟ حمص الشام. حمص الشام. حمص الشام. اي حمص بنستخدمه حمص الشام لحد دلوقتي، لسه ما عملناش حاجه بالحمص التاني. ده واحد. ايه تاني؟ طب حضرتك ممكن تتصلي بيا تاني لو في اي سؤال او اي استفسار مع بعض. تعالوا مع بعض بعد ما عملنا الحمص او البتنجان بالحمص والطماطم والبصل والكزبره والثوم والكمون والملح والفلفل والزيت والخل والليمون. سلطه جميله جدا، عشان في اصدقاء كتير جدا على الفيسبوك، وكمان حضراتكم تطلبوا حاجات كتيره جدا من السلطات. فكل يوم او حسب الوجبه اللي احنا بنقدمها او الحلقه اللي احنا بنقدمها ان شاء الله هنقدم انواع السلطات كتيره جدا تكون مميزه ولذيذه وخفيفه ومفيده في نفس الوقت. نيجي مع بعض بعد ما عملنا السلطه، تعالوا مع بعض نكتب مقادير العكاوي اللي حضراتكم طلبتوها كتير جدا. العكاوي هنكتب مقاديرنا وهنرجع نشوف هنعمل ايه. العكاوي او طاجن العكاوي او العكاوي في الحله، نقدر نعملها طاجن ونقدر نعملها في الحله. العكاوي في منها بتلو وفي كندوز، في منها بتلو وفي منها كندوز. نقدر نقول مكوناتنا ونرجع نشوف شكلها ونقدر نشوف جايبينها ازاي ومنين وامتى وازاي. العكاوي عباره عن طماطم مكعبات وبطاطس محمره وكمان زيت وورق لورا وليمون وفلفل حار وحبهان وثوم وقرفه وبشر جوز الطيب وملح وفلفل اسود. اقول تاني، نكتب مع بعض واحده واحده. هنقول تاني واحده واحده. اقول تاني، العكاوي طماطم مكعبات، بطاطس وكمان زيت ورق لورا وليمون وفلفل حار وحبهان وثوم وقرفه وبشر جوز الطيب وملح وفلفل اسود. وهنرجع نشوف شكل العكاوي. هي دي العكاوي. العكاوي بتبقى الديل بتاع، انتوا عارفين بقى، ده العكاوي بتبقى طبعا طازه وفريش. بتبقى القطعه كلها على بعضيها بتتقطع. ايوه شايفين الشكل دوت، ده بتبقى فريش. بنجيبها وهنشوف هنعمل فيها ايه مع بعض. ونيجي نحط حله على النار وهنشوف هنعملها ازاي. مدام نهى. الو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا شيخ نبيل؟ ازي حضرتك يا فندم؟ عايزه اعرف طريقه الكبده اللي بناكلها بره، اللي هي السندوتشات اللي بره دي بيعملوها اسكندراني؟ ازاي؟ حاضر عينيا. ومعرفش بيحطوا عليها رده ولا ايه. الكبده المقليه. حاضر. والديك الرومي اللي هو في الفنادق. حاضر. وحضرتك قلت من شويه البرجر، وقلت الفول الصويا.
الناعم ما كملتش، انت الناعم- قلت الخشن بنحط عليه ميه؟ الناعم او الخشن بنحط عليه ميه، الاثنين. بس بنحط عليه لو هنحط نص كيلو يا دوبك نص كوبايه ميه نقلبهم مع بعض لو خشن، وبعد كده نحط كل الاضافات مع اللحمه ونفرمهم كمان وش. لو مش عندي مفرمه في البيت هسهل الموضوع، الكبه او المطحنه بتاعه التوابل هطحن فيها فول الصويا، وبعد كده هحط شويه ميه واقلبهم كويس واحط المكونات على بعضيها واقلبهم بايدي كويس قوي واسيبها ترتاح نص ساعه في قلب الثلاجه، وبعد كده اخرجهم وابدا اعمل الاشكال بتاعتها اللي تعجبنا وبالهنا والشفا. تعالوا مع بعض نشوف العكاوي. اول حاجه حطيت حله فاضيه على النار، هناخد بالنا واحده واحده. هنا هحط شويه صغيرين من الزيت، زيت الذره، وبعد كده هناخد العكاوي ونقول الاول مجنى يا ريت حضرتك تسيبها تاني كده. اخدت العكاوي ماده دهنيه بسيطه عشان كده يبقى فيها دهون هتنزل مع السوا. مدام منى، الو مدام منى. مساء الخير يا شيف. مساء الخير يا فندم. ازي حضرتك؟ نحن والله تمام. ربنا يكرمك يا شيف على الاكلات الجميله امين يا رب. ويديك الصحه يا رب تحت امرك. ويعليك دايما ويحفظك ان شاء الله يا شيف. امين يا رب. وكل مصر بتحبك وكل مشاهدينك بيحبوك لاخلاقك واحترامك قوي يا شيف والله. ربنا يخليك يا رب، ده من ذوقك. ربنا يخليك يا شيف. تحت امرك. ممكن بس من فضلك كنت عايزه كباب الحله. الايه؟ كباب الحله. حاضر، اعملها لك في اقرب وقت. حاضر عينيا. كباب الحله. كباب الحله حاضر. ربنا يخليك. وعايزه اقول لحضرتك حاجه. اموري. العكاوي دي ايه بقى؟ العكاوي انت قلت دي الحاجه وما قلتش. هي اديلي العجل. اديله الوزه. ايوه والله في ناس ممكن ما تعرفهاش يا بس الوزه بيبقى رجلين لكن العجل باربعه. كده الوزه. على فكره مفيده جدا وصحيه جدا. تحت امرك تحت امرك. وربنا يصلح حالك يا رب. ربنا يبارك لك. اشكرك. هنا هحط شويه صغيرين جدا من الزيت وهبدا ليه هي فيها شويه دهون. على فكره طعمها بجد تحفه جدا، اللحمه بتاعتها بتبقى مميزه جدا جدا. ام فاطمه، الو. الو السلام عليكم. عليكم معلش السلام. هتقطع بعد اذنك. تحت امرك. المكرونه اللي حضرتك عملتها بالسجق ممكن اعملها بالهوت دوج؟ مفيش مشكله. بس اقطعه ولا احطه سليم؟ لا قطعي تقطيع مكعبات. لو بس الصابع تقدر تقطعها على 3 أو 4 مفيش مشكله خالص. هناخد قرنين من الفلفل الحامي ونشقهم بالشكل ده كده. بعد كده هنحطهم بس بعد شويه لحد ما يدي اللون او يبدا معايا يجهز. مدام هشام، الو. السلام عليكم يا ميسي. عليكم السلام يا معلش انا اتصلت تاني. تحت امرك. ربنا يبارك لك يا رب. كنا عايزين البسبوسه. حاضر. ماشي. وكنت عايزه معلش من حضرتك بسرعه كده طريقه التشيز كيك. انا معايا المقادير. طريقه ايه؟ المقادير يعني التشيز كيك. التشيز كيك حاضر. ماشي. انا معايا المقادير. حاضر هناك. بص حضرتك، التشيز كيك احنا قلناه جبنا بسكوت وطحناه او فرمناه، هنسيح معلقتين او 3 معالق زبده، وبعد كده نحط ده على ده ونعمل الديسك بتاعنا بتاع الفورمه او الصينيه. وبعد كده هنجيب الساور كريم او القشطه او الزبادي حسب ما انتوا عايزين. احنا عملناها هنا الساور كريم، وقلنا كمان بديل الساور كريم، وقلنا كمان الكريمه تشيز. ادي تشيز كيك مقاديرها على الشاشه هشرحها لكم. ده مع البيض، كل ده مع بعض على ايدينا او بمضرب او بمعلقه خشب نقدر نحط كله مع بعضه. وبعد كده بنصبه بعد ما بخلص البسكوت، بدخله 5 دقايق النار اسف التلاجة. بعد كده بجيبه يكون مسك شويه، هحط الخليط كله مع بعضه واسيبه في الفرن تقريبا بيقعد من ساعه وربع او ساعه ونص، وبخرجه واخليه يبرد خالص خالص خالص. وبعد كده بيبقى زي الفل معايا. عاوزين نحط ريسبري عليه، عايزين نحط مربى، عايزين تحط اللي انتوا عايزينه، طعمه تحفه بجد. النهارده هنزل لكم بعد ما ناخد مدام نيره. الو. الو مساء الخير يا فندم. ازيك يا شيف؟ ازي حضرتك يا فندم؟
انت يعني بجد احسن شيف. ربنا يخليك يا رب. لا بجد. تحت امرك. لو سمحت انا عايزه اسالك الكريم كراميل اللي بعد ما بنعمله كده بحس برضه ان هو زفر. زفر؟ طيب حاضر. من البيض وكده يعني اكتر فانيليا ولا ايه؟ حاضر. هو طبعا بتحط فانيليا، اي بيض في الدنيا بتحط له فانيليا بدل حلويات. تمام. اما حته الزفاره ديت انا هجيب لكم حاجه ان شاء الله نعالج بيها اي حد بيحب يعمل اي حاجه حلويات بيض ومش بيحب الزفاره او حاسه الشم عنده عاليه شويه. هنشوف الموضوع ايه. مدام ميرفت الو. الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. ازي حضرتك يا فندم؟ ازي حضرتك يا فندم؟ تسلم ايديك على الحلقه بتاعت امبارح. ربنا يخليك يا رب. الحلقه كانت حلوه جدا جدا. تحت امرك. بس كان ناقصها بقى حاجه، كان ناقصها رغيفين وتحطهم فوق المشويات دي وتغمس بيهم بقى. ناقصها ايه؟ ناقصها رغيفين وتحطهم فوق المشويات ديت وتغمس بيهم. يبقى الباقي عليك انت بقى. ايوه تحت امرك. لا تسلم ايديك والله ربنا جميله. يبارك لك يا رب. تحت امرك. انا على فكره بعمل الشيش طاووق وبسويه في الفرن تحت الشوايه. الايه؟ بعمل الشيش طاووق وبسويه تحت الشوايه في الفرن. فبيطلع حلو قوي. طبعا احنا قلنا امبارح سواء طاسه او جريل او او فرن في الاخر حته فحمه فبيطلع فظيع يعني حلو. لا بس تسلم ايديك والله. تحت امرك الكل. كنت عايزه اسال حضرتك هو في الحلقات مش نازله كلها على الفيسبوك؟ في زي حلقه السينابون انا مش لاقياها. لا موجوده. 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 حضرتك تخش على اليوتيوب الشيف نبيل الشرقاوي، حلقات الشيف نبيل الشرقاوي او اكلات الشيف نبيل الشرقاوي، هتلاقي كل حاجه على اليوتيوب ان شاء الله. طيب خلاص. كنت عايزه اسال حضرتك حاجه ثانيه بالنسبه للريحان اللي هو المزروع في البلكونات اللي بنزرعه في البلكونه، هو ده زي اللي في السوبر ماركت ولا هو ده. بس هو انواع مسميات وانواع، لكن هو ريحان المضمون واحد. مفيش مشكله. كده بستنى لحد ما الدهون بتاعت العكاوي تسيح شويه. ام محمد الو. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. شيخ نبيل. ازي حضرتك يا فندم؟ الله يسلمك. اموري. شكرا على خليتك الحلقه. تحت امر حضرتك يا فندم. تحت امرك. الله يخليك. اموريني. لو سمحت يا شيخ نبيل انا عاوزه حضرتك امبارح الكفته. الكفته ايه؟ هاتي. المقادير اللي هو بوش. ايه بوش ده؟ انا ما اعرفش. حاضر اقول لك. ما بنيجي اي جزار بيبقى حضرتك اي سؤال الاول. اشكرك. اي جزار في الدنيا ما بيجي يقطع اللحمه لينا تبقى متشفيه في تنظيف لحم. تنظيف اللحم ده هو ده اللي اسمه بوش، مش اكتر من كده. هي في نسبه دهون شويه عاليه بحسب الرغبه. ام جنى. الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. معلش يا شيخ اتصلت تاني. لا تحت امرك يا ست الكل. اموري. انا اول حاجه انا على فكره انا عندي برد جدا وبتصل عشان شيرين الاول يعني لو كانت حقيقتك تتكلم. طب ممكن الصوت يعلى شويه عشان مش سامع؟ ايوه كده طب كويس. ايوه. طيب انا ملاحظه ان لسه ام منى ما اتصلتش. فالصراحه هي وحشاني جدا. طب يا ريت نداء لام منى مصر بتتصل عليك. حاضر اشكرك. فمعلش كمان عايزه اسال على حاجه. نعم. الزيتون انا جبته ونقعته في الميه اللي هو الزيتون الاخضر، جبته ونقعته في الميه. 3 ايام دلوقتي. بس انا لسه ما شققتوش. عايزه اسال حضرتك اشققه اخلله قبل ما نقعه في الميه ولا هو كده صح؟ انا ماشي. طيب هقول لك تاني. حاضر. وكده ان شاء الله حلقه المخللات هنقولها تاني تحت امركم. هنا بقى هحط البطاطس ان انا مقطعها اي شكل بطاطس. انا عامله هنا شكل معين اهو هنشوفه مع بعض دلوقتي. وكده انا بسيب للاخر خالص اهو زي ما احنا قلنا امبارح معلومه امبارح ان احنا نعمل ايه. اي اكل بنعمله يا ريت معلقه خشب. وهنشوف شكل البطاطس اللي احنا عاملينها ايا كان صوابع مكعبات زي ما انتم عايزين ان متوفر عندكم تعملوه مفيش مشكله خالص. نداء لام منى كده. مدام اسماء الو. مدام اسماء. الو السلام عليكم. عليكم السلام يا فندم. اموري يا فندم. ازيك يا شيخ نبيل؟ نحن والله تمام. يا ربنا يبارك لك يا رب على اللي انت بتعمله. اشكرك ربنا يعزك. ممكن توطي التلفزيون؟ حاضر. حضرتك كتير. بقول لحضرتك يا شيخ نبيل. اموري. حضرتك كتبت مقادير البطاطس مقرمشه بس مش عارفين هي بتتعمل ازاي عشان ما شفتش الحلقه. حاضر. بنحط كل المقادير مع بعضيها وفي الاخر نقطع البطاطس ونشطفها كويس ونحطها مع الدقيق والخلطه كلها ونقليها بس. تحت امرك. هنا دي البطاطس اهو
ادي شكل البطاطس علشان خاطر تاخد لون مع العكاوي. طبعا البطاطس دي عملتها ازاي الشكل دوت؟ في حاجه بتاعت الاسطمبه بتاعت الزلابيه، هي دي اللي عملت بيها. قشرت البطاطسيه عادي جدا، وبعد كده جبت اوريها لكم اهي. هي دي شكلها، هي دي شكلها، حاجه نص دايره. وبعد كده بقشر البطاطس، اقشرها خالص، وابدا اعمل لها فتحات واطلع منها شكل الكويرات بتاعت البطاطس. هنا اهو اخدنا البطاطس، انا معاكم واحده واحده بكل الخطوات كده. وبعد كده هنزل بالبصل اهو، وهحط قرن الفلفل اللي احنا قلنا عليهم بالشكل ده كده. مدام سماح الو. ايوه مساء الخير يا فندم. ازيك يا شيخ نبيل؟ ازي حضرتك يا فندم؟ حضرتك انا عايزه اعرف بس في اكله دقتها قبل كده بس طبعا مش من مصر، فعامله زي البرانيت، هي زي معجنات والصوص بتاعها زي اللبن الرايب، والمعجنات دي محشيه لحمه مفرومه، بس هي ايه معجنات؟ حاضر هشوفها لك. حاضر هشوف لك ايه هي المعجنات ديت نعملها. حاضر ان شاء الله الفتره الجايه هنعمل اكل خليجي ان شاء الله كتير جدا لاحبابي في كل دول الخليج، واكل فلسطيني، جميع الاكلات ان شاء الله الفتره اللي جايه. هنحط طماطم كده بالشكل ده كده، وهنحط الثوم نحط شويه كده. مدام اميره الو. ايوه السلام عليكم. وعليكم السلام يا فندم. بقول لحضرتك حاجه يا سيدي. انا عندي لحمه راس تمام بتاع كندوز، تنفع تتعمل زي العكاوي كده اللي حضرتك بتعملها؟ تسلقيها الاول وكمان تقدر تعملي زي ما انت عايزه. تسلقيها الاول وبعد كده تقطعي وتطلعي منها اللي انت عايزاه وتعمليها زي ما انت عايزه. هنا بقى دور الليمون. يبقى حطينا ايه؟ حطينا ماده دهنيه، وحطينا شويه زيت صغيرين طبعا في الاول، وحطينا العكاوي نفسها تقعد معايا 10 دقايق كده على النار تتشوح. وبعد كده بحط البصل والثوم والفلفل والبطاطس. طبعا ممكن في ناس بتسلق العكاوي قبل ما تعملها، مفيش مشكله، كل الطرق مؤديه للمعده. كده هعصر الليمون بتديله طعم جميل. ام مريم الو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا سيدي نبيل؟ ازي حضرتك يا فندم؟ نداء الى ام منى. تتقل علينا ام منى. طبعا. لا بس هي اتصلت امبارح طبعا. لا اتصلت تاني امبارح، صلحتنا امبارح. احنا كلنا بقينا اسره واحده والله، وبقينا كلنا عارفين اسامينا طبعا، يعني كلنا بقينا خلاص اسره واحده طبعا. اكيد طبعا. الرجاء اولا، الرجاء من اداره البرنامج، ميعاد البرنامج يجي ميعاد المسلسل، والمسلسل يجي ميعاد البرنامج. ده طبعا من ضمن الاستفتاءات، انتوا بتعملوا استفتاء. ثانيا انا جبت امبارح الزيتون الاسمر، حضرتك ما قلتش الزيتون الاسمر يتعمل ازاي؟ الزيتون الاسمر انا رشيت عليه ملح وحطيته في مصفى بلاستيك، فهل ده صحيح ولا لا؟ او يا ريت. لا ده حقيقي، ده حقيقي، ده حقيقي يعني كده كويس. كام يوم بقى وبعد كده اعمل ايه؟ حاضر هتعمل نفس طريقه الزيتون الاخضر. طبعا المخللات عامه ليها 1000 طريقه، وطريقه مش طريقه واحده. هنا هرجع تاني للعكاوي، هحط بقى البهار بتاعي اللي هو ورق اللورة سواء ناعم او خشن، واحط شويه من الزعتر وشويه من الفلفل الاسود. مدام ناليا الو. السلام عليكم. الو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازي صحتك يا شيخ؟ ازي حضرتك يا فندم؟ والله احنا معجبين جدا جدا بحضرتك، ومعجبين بالحاجات اللي حضرتك بتقدمها. اشكرك. وكل اختياراتك ممتازه بصراحه. ربنا يخليك يا رب. لو سمحت انا عايزه اسال حضرتك على سؤال. انا دقت سلطه فيها مستردة سخنه، يا ترى دي بتتعمل فيها ايه؟ بتتعمل ازاي وبتحط فيها ايه؟ حاضر عينيا الاثنين كده اشوف لك. حاضر تحت امرك. شكرا ليكي. شكرا جزيلا. اشكرك يا فندم. تحت امرك. طبعا اختيارات الاكل اللي انا بختارها حضراتكم بتطلبوها، بس انا بحاول اجدول كل حاجه عشان خاطر ارضي كل الاطراف. ده الحبهان سواء بضغط عليه كده احطه كده، يا اما افرمه تحيا مصر. ام منى
اهلا وسهلا. اهلا بيك. ومتشكره جدا على اللي بيسالوا عليا، واعرفوا ان انا ما استغناش عن ولادي. طب ولا عني؟ لا طبعا، ده انت الاول. والله يخليك. العظيم انا بعتبرك ابني، والله والله. طبعا شرف ليا. ولما بقول لك يا حبيب امك بقولها من قلبي، والله أكيد طبعًا. العظيم. اكيد طبعا، اكيد يعني طبعًا. ربنا عالم بيا. وانا بتاسف للست، لان انا متاسفه اني اذيت لها ودانها، يعني انا لا. بس بقول كده. لا احنا كلنا اخوات وكلنا واحد، البرنامج ده بتاعكم انتوا مش بتاعي انا. الله يخليك. وشكرا لام جنى ولام مريم ومدام فايزه وكل الناس كل مصر اللي بيشاهدوك. ربنا يبارك فيهم يا رب. شكرا ليكي. الله يخليك. مفيش اي سؤال ولا حاجه؟ هسالك اهو. نعم. هو انا عامله العكاوي يعني؟ والله طب تجيبيها بقى، كنت جبتيها النهارده بقى، بلاش احنا نعملها. ده انا عينيا عشانك، انت تؤمر. ربنا يخليك. ربنا يبارك فيك. اشكرك. بس بسالك انت ليه عصرت عليها ليمون؟ بص حضرتك، ايوه، نبعد عن اي حاجه فيها زفاره تديها مزازه جميله كده واحنا بناكل. الليمون ليها مزازه معينه، وكمان لو فيها اي حاجه من نوع الزفاره الليمون ده بيساعد على الطعم. كده احنا خلصنا العكاوي. ده شكل العكاوي عملناها مع بعض. مش هعمل حاجه تاني عشان خاطر نرجع بعد البريك. مين معايا؟ مدام الهام. الو. مساء الخير يا فندم. مساء الخير. تحت امرك. اولا بهنيكوا على البرنامج الجميل والقناه الجميله دي. اشكرك. وبهنيك على كل اكل حلو بتعمله بصراحه. ربنا يخليك يا رب. كان ليا سؤال بسيط كده. كنت عايزه اعرف الصوص الفلفل الاسود. الصوص، بس يا ريت تجاوبني عليه ضروري يعني. الصوص الفلفل الاسود. حاضر عينيا. انا اكلته في مطعم بس عايزه اعرف. حاضر. الصوص الفلفل الاسود هو بيسموه صوص بوافر او صوص الفلفل الاسود. بعد البريك هنرجع نجاوب على اسئلتنا اللي احنا اتسالناها، وكمان هنقول هنعمل ايه بعد كده. مش هعمل حاجه تاني، هتفضل كده. كل اللي انا هعمله هديها كمان 5 دقايق على ما نرجع البريك. هحط شويه ميه بس بعد ما نرجع من بريك نرجع تاني. ايه حكايه الروس مع القريه؟ الروس خطتهم وعشانها هديه روسيه. طب وازاي اتنقلت الملكيه لاهل القريه؟ خدنا على كده على الضلمه وعلى المشي بالليل وعلى كل حاجه. طب ما عنديش وصايه تاني، هنجيب لك مين؟ يبقى سريتك تبوظ ما تولع. ميه الشرب تعبانه، عايزه تنشط حبه تبقى شديده حبه. لا طايلين ميه ولا نوع. حسبي الله ونعم الوكيل. احنا بنوصل هذا الصوت لأسماع المسؤولين. الفلاح المصري دايما ثابت. كل ما بيقال في الإعلام النهارده أنا شايف لا عائدة له عند السادة المسؤولين. والناس مش قادرة تروح للجزار الأبو 70 و80 يشتري منين؟ لحوم البلدية تعتبر خارجة من المجازر بصورة ممتازة. أول حاجة قلتوا عايزين دورة زراعية. في مبالغ تم تحصيلها تحت بند تبرع. الفلوس راحت فين؟ في نقطة تانية، الفلاح المصري دائما على أجندة نور الدنيا. نستفيد من هذه الحلول ونطور من إنتاجيتنا. صباح الخير، صباح نور الدنيا. نبدأ بأول خبر. روسيا توقف استيراد البطاطس المصرية، ولجنة من وزارة الزراعة تسافر موسكو لمعرفة الأسباب. الفلاح المصري في الحقيقة بيعاني معاناة شديدة
مش من 30 سنه، لا من اكتر من 30 سنه. لازم نرجع للفلاح نقول له انت ملك هذه الارض. شو مشكله الري؟ احنا عندنا سوء استخدام في الميه، لينا اهداف سهل ان هي تتحقق وفي اهداف صعبه تتحقق. حلاوه 7 جايه في السكه، الاسعار هتزيد برضو. طماطم من 70 قرش صارت بجنيه و90 قرش. رجعنا بعد الفاصل. دي العكاوي، هقول تاني اتعملت ازاي. جبنا العكاوي من عند الجزار متقطعه جاهزه، وكمان حطينا ماده دهنيه، وقطعنا بصل وثوم وبطاطس وفلفل حامي وفلفل رومي او فلفل حامي بس. ودي طبعا المقادير على الشاشه، مع ملح وفلفل وقرفه وجوز الطيب اساسيه معاها، وكمان الليمون. جوز الطيب والليمون. هنبدا دلوقتي مع بعض. هنحط شويه من الميه، او لو عندي شوربه تبقى افضل بكتير جدا، هتبقى احسن وافضل بكتير جدا لو عندي شوربه. كده هسيبها، ما ازودش ميه كتير، هحط شويه بشويه لحد ما اتاكد هي استوت، وبعد كده هطفي النار في الاخر خالص. ده كده شكلها، وهنغطيها. من ميرفت. الو. ايوه السلام عليكم. عليكم السلام يا فندم. ازيك يا شيخ نبيل؟ نحمد الله تمام. كان في سائله سالت على الفطاير اللي باللحمه والصوص الابيض، دي اسمها شيش برك. شيش برك؟ دي اكله فلسطينيه. تمام. فيا ريت برضه تعملي لنا معاهم فطاير باللحمه وبالسبانخ وبالزعتر، دي حاجات بتبقى حلوه قوي تغيير يعني. حاضر، مستني بس السبانخ تنزل ان شاء الله هنعملها لكم. حاضر، عينيا ليكي. حاضر، تحت امرك. اشكرك. وكمان عملنا طبق السلطه اللي هو بتنجان الرومي المقلي مكعبات، وحطينا فيه بصل وكزبره خضراء وكمان طماطم، وحطينا كمون وليمون وملح وزيت، وكمان حمص او حمص الشام المسلوق. ده مقاديره، وفلفل حار وثوم. كل ده عملناه مع بعض. قبل ما هنقول هنعمل ايه، هنجاوب الاول على الصوص الفلفل الاسود اللي هو بيبر صوص او البوافر. 3 مسميات كل واحد. هو المفروض في حاجه اسمها ديمجلاس. صوص المجلاس بيتعمل ازاي من ايه؟ ده عظم محروق بيقعد الموضوع دوت. احنا بنوفر القصه دي كلها. بنجيب ميه مكعبين من المرق، ونجرش فلفل حب اللي هو فلفل اسود، نحطه في طاسه لمده 3 دقائق، طاسه ناشفه خالص، واحط فلفل المجروش او فلفل السليم الاسود، واحمصه لمده 3 دقائق، وبعد كده بمنديل او بحاجه لحد ما اجرشه خالص، او بطرف السكينه اقدر اجرشه، واحط ده على دوت مع المكعب المرق، سواء مكعب مرق لحمه او فراخ، مع صوص الصويا وكمان ملح، ونحط كمان كريمه لباني، وهو ده بديل للديمجلاس. بيبقى طعمه جميل جدا. بيتعمل معاه لحم البتلو او لحم الكندوز ستيك. هو ده الصوص البيبر صوص او الصوص البوافر. وكمان قبل ما هنشوف هنعمل ايه، هنزل لكم كمان بديل الصوص الصويا، هنزله لكم نصور ونكتب بسرعه، عشان اللي ما عندوش او مش عارف يجيبه يعمل ايه، هيعمل دوت، وان شاء الله تنفع معاه. بديل صوص الصويا عباره عن ايه؟ 3/4 كوبايه ميه، 2 معلقه خل احمر موجود في اي حته في اي سوبر ماركت، ومعلقه عسل صغيره، عسل اسود طبعا، وربع معلقه صغيره جنزبيل فريش او بودر، و2 مكعب مرق وفلفل اسود، مفيهوش ملح خالص. نقول تاني واحده واحده. 3/4 كوبايه ميه، 3/4 كوب ميه مع 2 معلقه خل احمر، وكمان معلقه صغيره عسل اسود، وجنزبيل فريش او وكمان الفلفل الاسود. نرجع مع بعض.
نشوف دي العكاوي بتستوي، هغطي عليها. هي لو صغيرة او من جزار مضمون تثق فيه هتقعد معاكي تقريبا من تلت لنص ساعة. لو حاسة ان هي هتغلبك تقدري تسلقيها نص سلقة لمدة ربع ساعة او 10 دقايق، وتقدري تعملي نفس الخطوات اللي احنا عملناها. يعني العكاوي هنا بتتعمل بطريقتين. الطريقة الأولى هي تتسلق وتحط فيها الحبهان والورق اللورا وكمان جوز الطيب وكل حاجه والشوربه بتاعتها. ومن الشوربه بتاعتها تقدري تاخدي ليها في السوا تكملي بيها مع الخضروات والتوابل الباقيه. نيجي مع بعض دلوقتي نشوف الكوكيز. الكوكيز ازاي؟ ليه؟ هنكتب مقاديرنا ونرجع مع بعض. الكوكيز مقاديرها، اول حاجه في الكوكيز هنكتب مقاديرنا. جاهزه يا استاذ مجدي؟ الكوكيز عبارة عن ايه؟ 2 كوب دقيق، وكمان معلقة صغيرة بيكنج باودر، وملح، 1 بيض، 1 كوباية سكر، ونص معلقة صغيرة قرفة، و3 معالق مية، وفانيليا، وربع كوباية زيت أو زبدة، ونص كوبايه شوكولاته حب اللي احنا متعودين عليها موجوده في اي سوبر ماركت. نكتب تاني ونقول تاني واحده واحده. الكوكيز او بسكوت الكوكيز عباره عن ايه؟ 2 كوبايه دقيق، وفانيليا، وبيض، ده بالنسبه، والسكر والشوكولاته. هنيجي مع بعض هنشوف هنعملها ازاي. فندم نجوى، الو. الو، السلام عليكم. عليكم السلام يا فندم. الو. اهلا بيك يا فندم. اهلا بحضرتك. انا بهني سيادتك قوي على البرنامج دوت. اشكرك. هو جميل ما شاء الله يعني. ربنا يخليك. وانا بقالي 3 ايام قاعده قدام التلفزيون، اول مره اشوف القناه ديت، وقاعده بقى متابعه ال3 ايام. يا رب اكون مشاهده متواصله معاكم يعني. يا رب احنا نعجبك بس الاول. لا ده زي الفل طبعا. أشكرك. لا والله تسلم ايدك. ربنا تسلم يخليك. ايدك زي الفل. تحت امرك. انا عندي الولاد يعني بيعشقوا حاجه اسمها رواني. تمام عينيا. كنت زمان اعملها لهم زي الفل. حاضر. السن بقى لا ابدا. الله يحفظك. ابدا. فاذا تكرمت بس يعني الطريقه، الله يحفظك يعني. حاضر عينيا، تحت امرك. تأمري. كتر الف خيرك. تحت امرك. اشكرك. تحت امرك. ويا رب دايما في تقدم كده وازدهار. امين يا رب. امين يا تسلم رب. ايدك على الحاجات الجميله اللي بتعملها. اشكرك، ربنا يعزك يا رب. اشكرك يا فندم. تحت امرك. هنيجي مع بعض. اول حاجه الكوكيز هنشوف هنعمل ايه. هنحط السكر، كوبايه السكر اهي، وهنحط الزيت او الزبده اهو. الزيت او الزبده، نص كوبايه من الزيت او الزبده. انسه لميس، الو. عايشين. ازي حضرتك؟ عامل ايه؟ نحن والله تمام. لو سمحت يا شيخ، كنت عايزه كفتة الاضلاع الكاذب. الايه؟ كفتة الاضلاع الكاذبة. مش سامع. كنت عايزه كفتة الضلوع الكاذبة. ماشي. وفخذ الكاري. حاضر. حاجة تاني؟ لا شكرا يا شيخ. حاضر، يعني ليك تحت امرك. بس يا جماعه نظبطه شويه. هنا السكر مع الزبده. اول حاجه هنمشي خطوه خطوه مع بعض وهنشوف هنعمل ايه. السكر مع الزبده. مدام فايزه، الو. مساء الخير. مساء الخير يا فندم. تسلم ايديك على كل حاجه. ربنا يبارك فيك. وعلى حفله الشواء بتاعت امبارح. تحت امرك. رائعه من فضل الله. ومبسوطه قوي ان مؤمنه سمعنا صوتها تاني. طب الحمد لله، وانا كمان مبسوط. دي حاجه. وبعدين انت بتقول هتعمل اكلات فلسطينيه ان شاء الله. وطيب فلسطينيه وخليجيه والهنديه اللي انا طالباها من اكيد بريان مش نسيه. حاضر. هتعملها؟ اكيد طبعا. طيب تحت امرك. ان شاء الله. والمندي كل حاجه ان شاء الله. نزل لي مقادير الكوكيز تاني. حاضر، ننزل تاني واحنا شغالين فيها. حاضر، تحت امرك. شكرا. تحت امرك. مقادير الكوكيز عباره عن كوبايتين من الدقيق، وكوبايه سكر، وواحد بيض، وفانيليا، وبيكنج باودر، وقرفه، وزبده او زيت، و3 معالق ميه او نص كوبايه من الميه او ربع كوبايه،
كده بنعمل الاول كل ده يتعمل يدوي في 3 دقايق بالظبط. يدوي في 3 دقايق بالظبط. درجه الحراره بتاعت الفرن بتبقى 180، بتقعد معايا من 10 ل 15 دقيقه مش اكتر من كده. ما عنديش مروحه ما عنديش اي حاجه، اشغل الفرن بتاعي من تحت. لو عندي الفرن ما بيشتغلش من فوق ومن تحت كل حاجه لوحدها، هشغل الفرن من تحت واحط الشبكه في النص وادخل الصينيه في النص، مش اكتر من كده. هتقعد معايا ربع ساعه تقريبا. ده الكوكيز. تاني حاجه هبدا احط البيض. بيضه واحده ونقدر نضاعف الكميه زي ما احنا عايزين. مدام اسماء الو. ايوه السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا شيخ نبيل؟ معلش الخط قطع. لا تحت امرك. بعد اذنك البطاطس دي متحمره اللي في العكاوي؟ لا خالص، البطاطس دي نيه؟ نيه خالص. بناخد بلانشيه او بتتقلب بتتشوح مع العكاوي عشان خاطر تاخد اللون وتستوي او تاخد الشكل بتاعها. وبعد كده بنحط كمان الشوربه. أيوة. او بنحط الميه. تحت امرك. ماشي بعد اذنك. طب معلش قولي البطاطس المرمشه تاني. وعايزه اسال حضرتك، انا عملت البلح الشام طلع خفيف قوي، ال6 بيضات مع الميه. يعني العجينه تقيله؟ خفيف، ولما ظبطتها بالدقيق طلع معجن من جوه. طيب يا ريت ترجعي للمقادير تاني وتشوفي الميه سخنه طيب بتاعت البلح الشام ولا بتبقى بارده؟ الايه السخنه؟ الميه لا، الميه البلح الشام بنعملها حاجه اسمها عجينه الباتا شوت. الميه مع الزيت بتغلي على النار، ونحط الفانيليا والسكر وشويه الملح، وبعد كده نحط الدقيق على النار. يبقى انت عملتيها بطريقه تانيه. هعملها لكم تاني حاضر قريب. هنا حطينا البيضه وكمان هنحط الفانيليا. مدام هبه الو. الو مساء الخير يا فندم. مساء النور. تحت لو امرك. سمحت عايزه اعرف طريقه شوربه السي فود. شوربه السي فود حاضر عينيا. وعايزه الفراخ شيش طاووق. شيش طاووق؟ الخلطه بتاعتها حاضر. يعني تنفع تتعمل في الفرن الشيش طاووق؟ بص حضرتك، الشيش طاووق يتعمل في 4 اماكن. جريل، شوايه اللي هي الفحم، يا اما طاسه فرن، طاسه جريلا فحم. 4 اماكن تقدر تسوي بيها براحتك الشيش طاووق او اي حاجه عملناها امبارح. كده حطينا البيض والسكر والزبده، ونحط هنا الدراي. بنحط البيكنج باودر او بيكربونات الصودا اهو، ونحط على الدقيق، ونحط شويه من القرفه بسيطه. لو عندك سكر بني يبقى افضل، لو عندك سكر بني تبقى احلى وافضل. كده هنقلب كله مع بعضه اهو. هنحط واحده واحده كله مع بعضه كده اهو. نحط كل مكونات الدقيق مع البيكنج باودر مع القرفه، ونبدا نخلطها واحده واحده كده. الميه في الاخر خالص. طبعا ما ننساش في ذره او شويه من الملح اهو، شويه من الملح خدتهم. ملح اساسي، هو ده اللي بيظهر الطعم. زي بالظبط الشاي بدون سكر لا ليه ريحه، طبعا ليه طعم بس ما بقاش ليه اي طعم خالص. الشاي بيتعرف ليه فيه سكر من ريحه السكر في قلب الشاي. فبالتالي اصبح ان الملح اساسي بكل المعجنات عشان يظهر الطعم كله. شيكو الو. ازيك يا شيكو؟ الحمد لله بخير. تحت الاسم كده غلط ولا صح؟ صح. طيب اتفضلي. لو سمحت انا اكلت مره في مطعم حلو قوي مشهور عندنا في اسكندريه. موزه بكيلو متحمره بشكل حلو قوي، فانا عايزه اعرف ان هي بتتعمل ازاي. حاضر عينيا. وورقه اللحمه لو سمحت. عينيا ليك. ورقه اللحمه حاضر، ورقه السمك، ورقه الفراخ، وكمان هنعمل ارانب. عينيا الاتنين ليكوا حاضر. هنا انا شفت العكاوي وحطيت شويه من الميه او الشوربه اللي لو عندي كده. يبقى كده انا جاهز وشغال. بحط الميه على الدقيق والسكر والزبده. ده الكوكيز بتعمل سهله جدا، مقاديره كلها في البيت. بحط معلقه من الميه ما احنا شايفين. ام ملك الو. مساء الخير يا فندم. مساء الخير حضرتك. تحت امرك. انا كنت بس عايزه اسال حضرتك دلوقتي عن الخله اللي حضرتك حطيتها في الشيش طاووق امبارح. الايه؟ الخله اللي حضرتك حطيتها في الشيش طاووق امبارح. تمام. حضرتك احنا بننقعها في ميه؟
بنعمل ايه؟ بننقعها في ميه. لو هتعملها على الشوايه ممكن تنقعها في ميه عشان ما تتحرقش. ماشي اوكي. لو هتحطها في الفرن نفس الموضوع، ممكن من غير اي حاجه في الطاسه وجنبها خضار مفيش مشكله، مش شرط الشكل لو مش عايزه خله خالص. هنا حطينا كل الميه، حطينا كل الميه بتاعتنا وحطينا كل مكوناتنا. هنشوف هنعمل ايه. ساره الو. الو مساء الخير يا فندم. مساء النور. لو سمحت انا كنت طالبه بس اكلات جديده في الفطار، يعني ننوع شويه من انواع البيض، انواع الجبنه، بحيث ان احنا نفتح نفس اطفالنا او نفتح نفسنا احنا كناس كبار على الفطار. حاضر عينيا، حاضر تحت امرك. متشكره جدا. هنعمل حاجه للاطفال عينيا ليكي. حاضر. ده في البرنامج بتاعي ان شاء الله الفتره القادمه ان شاء الله هنعمل حاجات كتير جدا للاطفال، وكمان قلنا هنعمل حاجات بدون دقيق كتير جدا، وهنعمل حلويات. هنقول تاني صوص الفلفل الاسود او البيبر صوص او شوف العاده في دماغك. مش معنى داس يعني كده. طب معلش هنركز بس في الكوكيز. وكده نحط شويه من الشوكولاته الحب اهو بالشكل ده كده، وهنقلبه. مش هينفع كده، نجيب معلقه خشب افضل. ام طارق الو. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انا مش عارفه اشكرك ازاي بجد. تحت والله بشكرك من فيصل لمدينه الانتاج الاعلامي. ربنا يخليك يا رب، قريبين قوي من بعض. والله بجد. وعلى فكره اي ام تتصرف ان انت تكون ابنها. لا تحت امرك، ده انا شرف ليا والله. اي ام تتصرف ان انت تكون ابنها، ده انا شرف ليا والله العظيم. وانا بفرح جدا لما الحاجه ام منى تقول لك يا ايه حبيب ام. طبعا انت حبيب قلب اي ام. طبعا ربنا يبارك لكم. وانا شرفني ان انت تكون ابني. ربنا يخليك يا رب. ده شرف ليا. احنا بنعزك جدا جدا جدا. ده شرف ليا. وانا بحس ان ان احنا كلنا اسره واحده. اكيد طبعا اكيد. وعيله واحده، واحنا شعب حلو جدا. الحمد لله. والله يا شيخ نبيل احنا شعب حلو قوي قوي. ربنا يدوم معروف يا رب. والله ربنا يكرمك، وعايزين دعوه حلوه من حضرتك لمصر. ربنا يكرمها يا رب دايما كده وتبقى فوق الكل. بيكم بدعواتكم مصر بخير. يا رب يا رب يكرمك ويجازيك كل خير. والله يا شيخ انا بعزك جدا. الحمد لله. ربنا يبارك لك. لما الحاجه ام منى تقول لك يا حبيب امك. طبعا. ان حبيب امي انت ابننا كلنا. ربنا يخليك والله ابننا كلنا. تحت امرك تحت امرك. وبشكرك جدا جدا على استجابتك وطاعتك لينا والله. اشكرك ربنا يخليك. شكرا يا شيخ. بعد كده بعمل لنا اكل دايت بقى. الايه؟ اكل دايت. حاضر. بعد العكاوي دايت. ايوه. شكرا يا شيخ. انا دي الاثنين ليكي. حاضر. اشكرك. هنا هجيب صاج واجيب ورقه زبده او ادهن الصينيه بتاعتي فيها شويه من ايه؟ من الزيت. واقول الو انسه مروه. الو مساء الخير يا فندم. مساء النور يا فندم. تحت امرك. جدا لحضرتك وجزاك الله عنا خير ان شاء الله. وجزاك ان شاء الله يا فندم. من فضل حضرتك بس كنت عايزه منك طريقه عمل المسبحه. المسبحه وشوربه الكريمه. شوربه الكريمه بالفراخ يا ريت. ولا بدون؟ لا بالفراخ. حاضر عينيا الاثنين. ولو حضرتك ممكن برضو تكتر لنا من الشوربه، يعني كل مره مثلا او حلقه تعمل لنا انواع شوربه مختلفه. عينيا الاثنين ليكي. حاضر. تحت امرك. تحت امرك. اشكرك. تحت امرك. المسبحه. ام محمود الو. الو مساء الخير يا فندم. مساء النور. تحت لو امرك. سمحت الكفته اللي انت عملتها امبارح ينفع احط عليها برغل؟ ينفع مش مشكله. طب احط قد ايه على الكيلو؟ هتحط على الكيلو تقريبا كوبايه او كوبايه ونص مش اكتر. حطي البرغل طبعا هيتنقع لمده 5 دقايق تقدري تعملي فيه اللي انت عايزاه. لو حابه برغل على الكفته مفيش مشكله. كده جبنا الصاج وكده عندي حلين. يا اما اعملها بمعلقه يا اما بتاعه الايس كريم. دي بتاعه الايس كريم اهي، او بمعلقه عاديه خالص اهو. الاثنين جنب بعض، يا معلقه يا بتاعه الايس كريم. هنعمل بالاثنين عشان خاطر حضراتكم تعرف. ما نبوسي. الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. ازي حضرتك يا فندم؟ وحشنا. وانتوا كمان. حضرتك انت جبت امبارح الكفته بس انا ما لحقتهاش. انت هتشوفي ان شاء الله في العاده ان شاء الله بتاعت اخر الاسبوع. تحت امرك. تحت امرك. ممكن سؤال؟ اموري.
حضرتك ممكن تعمل لنا بقى حاجات حلوه، التورتات والحاجات الحلوه دي كلها متزوقه؟ حاضر عينيا. ماشي. تحت امرك. ميرسي يا سيدي. اشكرك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. انا هنا اهو عملت المعلقه وهعمل بنزل حسب الحجم اللي انا عايزه، بس لازم اشوف اعمل فراغات شويه عشان خاطر بتكبر معايا حسب الحجم. طبعا ده مش شكلها بعد السوا بتفرق معايا اهو بالشكل ده كده. دي صغيره ارجعها تاني. ده الكوكيز عاملينه النهارده لحضراتكم لاطفالنا كده. هتاخده بالظبط 10 دقايق في الفرن. معلقه. الو. الو. مساء الخير يا فندم. ازيك يا تحت امرك. ازي حضرتك يا فندم؟ الحمد لله. تحت امرك. كنت عاوزه اسال حضرتك على الرز الاحمر. انا كنت لسه متصله بيه من شويه. ليه؟ هو بيتعمل بالفابريكا؟ الايه؟ الرز الاحمر بيتعمل بالزعفران بالوان طبيعيه او حاجه اسمها البابريكا اللي احنا قلنا عليها قبل كده كتير. الالوان الطبيعيه موجوده عند اي عطار، اسمها كمينه، في اصفر في احمر. يلا ما دخلناش على حد خالص كده. ده شكل الكوكيز. نقدر نعمل حاجه كمان، طبعا بياخد اكتر من كده بس عشان خاطر انا عملت شويه صغيرين عشان نشوفوا مع بعض. ونقدر نحط شويه ايدينا في حاجه في ميه او مش لازم خالص. انا بس عايز ازود اهو. هضغط عليها ضغطه بسيطه كده كده، واقدر احط شوكولاته لو حابب تاني زياده مع الكوكيز كده. لو حابب اضغط عليها ضغطه بسيطه. لو حابب احط شوكولاته تاني من فوق زي ما انا عايز، لكن مش حابب كده كده الشوكولاته في قلب الخليط او العجين. ده شكلها. مين معايا يا فندم؟ محمد. لا انا كيف انا احمد. ازيك يا احمد؟ تحت امرك يا حماده. عمر يا حماده. عايز سندوتشات المدرسه. حاضر الصبح يا حبيبي. بس حضرتك انا عامل لك عينيا الاثنين من السندوتشات. تحت امرك. كده الكوكيز. الفرن درجه الحراره بتاعته ايه؟ درجه الحراره 180 زي ما احنا متعودين. 180 ويكون الفرن شغال قبليها بربع ساعه. وده شكله هيقعد معايا من 10 ل 15 دقيقه. نروح للعكاوي. ده شكل العكاوي بعد ما اتاكد ان هي استوت. بعد ما اتاكد ان هي استوت احط البقيه. احط الملح. احط الملح اللي يعجبني كده. بحط ملح في الاخر خالص واسيبه دقيقتين، وبعد كده هبدا اغرفه بالهنا والشفا واقدمه للاكل. مدام ياسمين. الو. الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا دكتور؟ احنا هنقول لك يا دكتور بقى. ربنا يخليك. ربنا يبارك لك. يا رب يكرمك يا دكتور. انا بتصل النهارده عشان اشكر حضرتك بس على الكوكيز. طب تحت امرك تأمري. والله انا واولادي بيموتوا فيه، فانا كنت عايزه الطريقه باي اي شكل. حاضر انا في. ربنا يكرمك يا دكتور. ممكن بقى اسالك على حاجه؟ أموري. انا عايزه اعرف درجه الفرن احطها قد ايه؟ درجه الفرن قلنا 180 وتحطيها في الفرن لمده 10 دقائق او ربع ساعه، مش اكتر من كده. الكوكيز ليه انواع كتير جدا. كوكيز بالشوفان بالشوكولاته، في انواع كتير جدا. تعالوا مع بعض بقى نقدم او نسيبها كمان دقيقه وبعد كده هنشوف هنعملها ايه. يبقى حطينا البهارات بتاعتنا، فلفل اسود والقرفه وجوز الطيب والملح والزعتر وشويه من الكمون صغيرين مع الليمون. وده شكله. مدام زينب. الو. الو السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتصلت بحضرتك قبل كده تحت وقلت أمرك. لك ابني عنده توحد وقلت اعمل حاجات وفكرت كتير ومع هذا حضرتك ما عملتش حاجه. حضرتك قلت لي مره واحده وانا عملت حاجه اسمها الفشار، كيكه الفشار. بس انا بقول لحضرتك انا عايزه معجنات بدقيق الشعير. عامل حاضر عامل ان شاء الله حضرتك يعني تقول لنا حتى افكار مش اكتر، يعني اخبز دقيق الشعير ده ازاي؟ حاولت ما عملتوش غير عيش التورتيه مش اكتر من كده. حاضر انا عايزه انوع لابني يعني. حاضر عينيا. وبعدين انا عايزه اقول لحضرتك حاجه، هو الشعير موصوف لهم لان هو فعلا بيأثر في المرض تأثير ايجابي جدا، عشان كده انا مش عشان كده بلح على حضرتك لان هو بالنسبه لهم ده يعتبر دواء مش مجرد اكل يعني. تحت امرك انا بس برضه جميع الاطراف. حاضر تحت امرك. حاضر. السلام عليكم. ان شاء الله. شكرا ليكي. هنا دي العكاوي هنبدا نغرفها او نقدمها. نجيب الطبق التقديم كده بالشكل ده كده هنقدمها. طبعا اتاكد ان هي استوت الاول. طبعا كلنا عارفين ازاي بنعرف الحاجه استوت في البيت. انا هنا عشان وقت البرنامج فانا هوريكم شكلها النهائي. ريحتها جميله جدا. عكاوي هنعمل ان شاء الله بامر الله الممبار وكمان فتة الموز، فتة اللحمة، وهنعمل كده بحلة كده عشان المخرج عايز احبش في الحلة فما رضيتش كده. هنقول حالا مقادير الكوكيز تاني. هنعمل اتنين ليكم. هنقول مقادير الكوكيز وبعد كده هنقول مقادير العكاوي الجميله ديت، وهنقول مقادير السلطه بتنجان والحمص. فنمنا الو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بعد اذنك هقول معلومه بس ان موضوع الريحان في ريحان سام وفي ريحان اللي هو بتاع الاكل احسن حد يفتكر ان الريحان ده، فالمعلومه دي حبيت اقول لك. اشكرك ربنا يبارك فيك يا رب. شكرا. جزاك الله خير. مع السلامه. اشكرك. كده هجيب شويه من بقدونس ونكتب مقاديرنا واحنا بنعمل الكوكيز. واحنا بنكتب او ملحقش يكتب او يتابعنا في هنقول تاني مقادير او ازاي نعمل. شايفين الكوكيز فرش ازاي؟ عشان كده ببعد المسافه على بعضيها وما بكترش في الكميه اللي انا بعملها. وهقول صوص بيبر صوص بيتعمل ازاي. هو المفروض بيبقى ديمجلاس، ما عنديش ديمجلاس بحط ميه او شوربه مع مكعبين من المرق سواء لحمه او فراخ مع فلفل مجروش. الفلفل المجروش بعمله ازاي؟ بحط طاسه فاضيه واجيب فلفل حب اسود وبعد كده بجرشه بالسكينه او بدقه نص او اجرشه بنص جرشه. وكمان بنحط كريمه لباني مع زبده بتبقى جميله جدا. البيبر صوص. ام منى الو. السلام عليكم. عليكم السلام. ايوه يا حبيب امك. تحت ايوه كده. ايوه طبعا يا ابني. خليتيها رسمي. لا بحييكي. والله العظيم انا بتصل عشان اضحكك. ربنا يخليك. من اول الحلقه يا حبيبي وانت ما فيش الا السندوتشات بتاعت الصبح بس اللي خليتك تعلق. جت كده افيه كده. تحت امرك. ربنا يخليك يا رب. ربنا يخليك. اشكرك. هستأذنك بس حضرتك قلت بديل الصويا صوص. قلت المقادير بس ما قلتليش اعملهم ازاي. احطهم كلهم مع بعض. كل ده مع بعضه بنحط الميه وعليها كل المقادير مع بعضيها مع العسل بكله وبعد كده تغلي. تحط على النار. تغلي على النار يعني. طبعا على النار. ايوه. طيب والخل الاحمر ده هو خل التفاح؟ لا الاحمر حاجه والتفاح حاجه. طيب ممكن احط ممكن تحطي تفاح مش مشكله. طيب ممكن تحطي تفاح مش مشكله. تسلم ايديك يا سيدي. ربنا يبارك فيك. اشكرك. دي السلطه وهنكتب مقاديرها وهنشوف كل حاجه عملناها النهارده مع بعض شكلها بقى عامل ازاي.
نكتب مقاديرنا واحده واحده. مدام سماح، الو. ايوه مساء الخير. مساء الخير يا فندم. انا كلمت حضرتك اول الحلقه. اموريني ست الكل. انا بشكر الحاجه مؤمنه. أيوة. وبشكر حضرتك وبقول فعلا ان بعد الثوره لقينا صراحه في كل حاجه، فدي اجمل حاجه في الدنيا الصراحه. الحمد لله. ان انا ما كنتش اعرف اتكلم بتليفون او اوصل للتلفزيون، فدي حاجه جميله قوي. يا ريت الناس كلها تبقى ايديها في ايدين بعض. ربنا يخليك. ده طبعا حاجه جميله. ايديك على كل حاجه. اشكرك، ربنا يخليك وشكرا لذوق حضرتك طبعا. وطبعا مصر بينا وبدعواتنا ودعوات كل ام في مصر وخارج مصر هتبقى بخير ان شاء الله. وده البرنامج ده بتاعكم انتوا، يعني الفكره هنا مش فكره حد بيقدم اكله خلاص، احنا واحد في كل حاجه. تليفوناتكم بتهمنا، ارائكم على الفيسبوك بتهمنا، مشاهدتكم بتهمنا جدا جدا جدا. مش فكره برنامج رايح فين وجاي منين، فكره اللي هي ليكم انتوا معلومه توصل لكم بما يرضي الله. وكمان اي حد بيطلب اي حاجه اعذروني الضغط كتير شويه، فانا بقسم الوقت حسب كل رغبه برضي كل الاطراف. يا رب ارضي كل الاطراف، اكون عند حسن ظنكم. مدام مها، الو. الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لو سمحت انا عايزه حاجه تتعمل بالشوفان. حاضر عينيا، لسه قايلين هنعمل كوكيز بالشوفان. وفي الاكل. حاضر، وفي الاكل وفي شوربه الشوفان هنعملها تاني. كل حاجه ان شاء الله هنعملها مع بعض. تعال نشوف الكوكيز. هو طبعا كده لسه شويه بس هنقول ده شكله، هنحاول نجيبه. طبعا هنا ما لحقناش نسويه عشان وقت البرنامج خلاص عدى وفات. الكوكيز من الاكلات الجميله للاطفال، وده شكله. طبعا ما لحقش يستوي، بس انا بيبقى لونه محمر شويه ذهبي، بس انا هقدمه كده او هنسيبه زي ما هو عشان خاطر لسه سخن ولسه ما استواش، عاوز كمان 3-4 دقايق. فبالتالي هسيبه لحد ما لونه يبقى ذهبي شويه. وده شكله وطريقته سهله جدا، دقيق وبيض وزبده او زيت مع شويه من قرفه وسكر مع الشوكولاته الحب او شوكولاته مبشوره. وده شكله بيبقى اللون الذهبي اللي على الحرف اللي احنا شايفينه دوت. لكن احنا وصلنا الفكره، ان شاء الله تكون حلقه النهارده مبسطه وكمان وصلت لكل الناس. وان شاء الله بامر الله هنعمل كل حاجه طلبتوها في كل وقت بفضل الله، وهنعمل كل حاجه جديده ان شاء الله. تنزلوا بكره ان شاء الله من الساعه 3 لحد الساعه 4، واشوفكم بخير. يا رب مصر بخير دايما. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.